بعد حلقة النهاردة استحالة تروحي تشتري الفطير الشرقي سواء حلو أو حادق من أي حتة بره. النهاردة هنعمله بكل سهولة وبأسهل طريقة فرد. أقولك على التكات الصغيرة اللي تخلي العجينة عمرها ما تتقطع معاكي ولا تتعبك إن شاء الله وانتي بتفردي. وبنص كيلو دقيق هنعمل كمية حلوة جدا من الفطير الحلو والحادق. يلا بقى نصلي للرسول في الأول ونشوف هنعمل ايه مع بعض في حلقة النهاردة. اول حاجه هضيف في البوله اللي هعجن فيها كوبايه من الميه الدافيه ونص معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر. نفضل نقلب فيهم لحد ما يدوبوا تماما. بعد كده هننزل باربع كوبايات من الدقيق متعدد الاغراض. انا استخدمت المعيار بكوبايه الشاي العاديه اللي موجوده في كل بيت. سواء هتستخدمي العجان او ايديكي لا يقل عن 3 4 دقائق كده عجن عشان يديكي نتيجه حلوه. والميه هنزلها بالتدريج على حسب احتياج العجينه ونوعيه الدقيق لانه بيختلف من نوع للتاني. معلقه معلقه كده لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هطلعها بقى من سلاح العجان. شايفين بتمط معايا زي الاستيك فيها سن التلزيق وهو ده المطلوب. لميتها كده بايدي ونزلتها في البوله تاني وهنبدا بقى نغطي عليها بستريتش ترتاح ساعه. تعالوا بقى اوريكم الحشوات اللي استخدمتها في حلقه النهارده. جبت 3 حبات من البطاطس سلقتهم وهم سخنين كده ضفتهم في البوله ونزلت عليهم بمكعبين من الزبده او معلقه من السمنه البلدي وبدات اهرسهم بالشوكه. ما بحبهاش بيوريه زياده عن اللزوم، يعني بحب يكون فيها قطع من البطاطس، دي حاجه اختياريه. معلقه صغيره كده ممسوحه من بودره الماجي هتديكي بقى تست خرافه. رشه ملح، كمون، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر وبصل باودر وكمان زعتر لو حبه. وتقلبي الحشوه دي اقتصاديه وطعمها في منتهى الجمال. كان عندي برضو شوية من اللحمة المفرومة 3 4 معالق كده. على فلفل بقى ألوان. الطماطم بتتخلصي من البذر وبتقطعي اللحمة بس مكعبات، جبنة موتزاريلا وزيتون. أي حشوة عندك في التلاجة استخدميها. بس عاوزة أقول لكم بقى حشوة البطاطس دي فعلا في منتهى الجمال، يعني لو مش متوفر عندك فراخ أو لحمة. بعد ما ارتاحت العجينة ساعة طلعتها على رخامة المطبخ وضفت حاجة بسيطة كده من الدقيق وعملتها زي الرول. وهنبدأ نقطعها ل10 كرات. المقدار ده هيعمل لك 10 كور. هنلم بقى كل قطعة من العجينة كده بإيدينا زي البقجة ونكورها. طريقتها سهلة جدا لحد ما نخلص الكمية كلها. وهنبدأ نرص الكرات كلها في صينية أو سرفيس ونبدأ نغطيهم بربع كوباية من الزيت من كل الاتجاهات. زي ما أنا بعمل كده. لازم الكرات دي ترتاح حوالي نص ساعة تاني عشان لما نيجي نفردها ما تتقطعش معانا. هغطيها برضو تاني بستريتش واسيبها ترتاح. بعد كده بقى هنضيف شوية زيت على الرخامة ونجيب أول كورة ونفردها كده من جوه لبره بطروف إيدينا. ونمسك طرف العجينة نفضل نرقها بشويش وندخل فيها الهواء. المرة دي مش هعملها فطير لكن هعملها رول، طريقة غير تقليدية وطعمه في منتهى الجمال. مش هنسويه كمان في الفرن. انا عارفه ان فصل الصيف داخل علينا وفي ناس كتير ممكن تقول يا رضوى مش عاوزين الفرن والحراره بتاعته وكل الخطوات والغلبه دي. هنسويها على البوتاجاز بطريقه ولا اسهل من كده. اول رول معانا هنعمله بحشوه اللحمه المفرومه والخضار والجبنه الموتزاريلا. ونقفل كده ونمسك الطرف وقفلي كويس قوي، طريقته مفيش اسهل من كده. والتاني هنعمله بحشوة البطاطس، لما تجربوها أكيد هتدعولي. فعلا يا جماعة طعمها خطير، بعيد خالص بقى عن الفراخ واللحمة واقتصادية وعلى قد إيدينا. أنا النهاردة عملت الفطير الحادق بحشوتين، اللي يعجبكم جربوا بيه، اللي عندكم اشتغلوا بيه. شايفين العجينة بتتفرد معايا زي الأستيك. الفطير الشرقي انا عارفه ان مقاديره سهله، شويه دقيق وميه، لكن هو ليه تكنيك في الشغل، لازم العجينه ترتاح. يا سلام بقى لو سبتيها في التلاجة من قبليها بساعتين 3 هتديكي نتيجه حلوه عمرها ما هتتقطع منك ابدا اثناء الفرد. البطاطس بقى مع الزيتون والجبنه الموتزاريلا ونقفل، وده تاني رول معانا بحشوه البطاطس. طالما عامله فطير حادق لازم اعمل واحده ولا اتنين حلو بالكريمه. ضفت معلقه سمنه بلدي في الصينيه، ده انا هسويه في الفرن وطبعا كنت مشغلاه من قبليها على درجه حراره عاليه. كبرت العجينة شوية وضفت بقى سمنة بلدي على زيت أو زبدة، ممكن تشتغلي بزيت بس زي ما تحبوا. ونبدأ نفرد برضو بنفس الطريقة اللي وريتها لكم، بس هنا العجينة أكبر شوية من جوه لبره كده ونرق. ونحاول نهتم بالطروف عشان ما تكونش سميكة معانا. لازم تدخلي الهواء كده في العجينة عشان طبقات التوريق تكون باينة فيها زي ما الفطاطري بيعمل بالظبط. شايفين ما شاء الله، حتى لو حاجة اتقطعت منك ولا حاجة ما تقلقيش كله بيتدارى. بعد كده هنضيف سمنة وزيت ونقفل كده من الجنبين. وكنت انا عاملة الكريمة سايباها في التلاجة، هسيب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. المقدار ده يعمل لكم فطيرتين وسط بالكريمة. مقدار الكريمة دي كنت مغطياها بكيس عشان ما تعملش طبقة قشرة. هبدأ افككها كده بالمعلقة واخد نصها وابدأ افردها. تفردي طبعا الكريمة ما تكونش على بعض مكببة، لازم تتفرد في قلب الفطيرة.
بظهر المعلقة. وبعد كده هنجيب الجزء ده كان مقطوع شوية والجزء السليم ضفته على الوجه. شايفين بقى طريقتها سهلة جدا. بشويش هتبدأي تطلعيها وتضيفيها في الصينية، واللي باقي من السمنة البلدي والزيت أو زيت بس زي ما تحبوا ضفتها على وجه الفطير. وطبعا لازم يكون الفرن زي ما قلت لكم سخن على درجة حرارة 220. تعالوا بقى نسوي مع بعض رول الفطير الشرقي الحادق. انا الحقيقه بفضله جدا بالطريقه دي عن الفرن، يعني كمان لو حابه تسويه في الفرن براحتكم، لكن الطريقه دي منجزه ومش هتغيب معاكم ابدا. بس اهم حاجه لازم في الاول الزيت يكون سخن، نضيف شويه زيت في الصينيه او الجريل، وبعد كده نهدي النار عشان تكون العجينة مستوية من قلبها مش ني. تفضلي بقى تقلبي فيه مش هيغيب معاكي ابدا، طبعا هو رقيق، وعلى كل جنب كده لحد ما ياخد كله اللون الذهبي الموحد، ونخلص الكمية كلها. وبعد كده هنطلعه على طبق التقديم ونشوفه بقى. ادي بقى شكل الفطير الحلو بعد ما خرج من الفرن، ما شاء الله بيتحدث عن نفسه، مورق وكانت ريحته قلب الدنيا. خد اللون الذهبي من النهايه ومن الوجه، هو ما بيغيبش ابدا، لازم تتابعيه طبعا، ولو احتاج ان انت تضيفيه على الشوايه دقيقه ولا دقيقتين لحد ما ياخد اللون ده شغلي الشوايه. وهو سخن كده على طبق التقديم هنسقيه بالحليب الدافي، ونضيف السكر البودر بالكميه اللي تحبوها. احلى واسرع تحليه ممكن تعمليها لولادك. سيبوه بقى يشرب من الحليب ويطرى والسكر. وده بقى رول الفطير الشرقي على الطاسة بدون فرن ولا خطوات كتير، ده بالحشوة بتاعت اللحمة المفرومة. فعلا كان طعمها في منتهى الجمال، وكمان البطاطس لازم اوريكم من جوه بقى الجبنه الموتزاريلا كانت سايحه. لو وصلتوا لحد هنا اوعوا بقى تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير لو الفيديو عجبكم، والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. مستنيه تعليقاتكم اللي بتسعدني وتطبيقاتكم للوصفه. وادي بقى الفطير اللي بالكريمه، بجد كان طعمه يا جماعه خطير، جربوه بالهنا، وباي باي.